السلام عليكم. ان شاء الله ده هيكون lesson 2 من يونت 6. طبعا كالعاده هنبص على الكلمات الاول. يلا بينا. اول حاجه كلمه واسع يعني wide 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 wide. لو انا عندي مثلا بقي ده واسع هقول كده، بص a wide mouth، فبقي واسع اهو a wide mouth. ولو عندي حاجه طويله فبقول عليها tall tall، بص التي tall tall. عايز تقولها tall برضو صح. لو حاجه سقعان بقول عليها cold 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 لو سقعان او لو الجو ساقع. اما لو حران او الجو حر بنقول عليها كده hot 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 hot. لو عندك حاجه قديمه بنقول عليها old old old. اما لو عندك حاجه جديده بنقول عليها new new new. لو عندك حاجه كبيره بنقول عليها big big big. اما لو عندك حاجه صغيره بنقول عليها small 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 small. ولو عايز تقولها small برضو صح. اما لو عندك حاجه اكبر من حاجه فبنقول عليها bigger 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 bigger. اما بقى لو عندك حاجه اصغر من حاجه بنقول عليها smaller 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 smaller. كلمه مدينه قلناها كتير قوي اسمها city 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 city. اما بقى لو عندك مدينه صغيره يعني عندك city دي مدينه كبيره، عندك بقى مدينه صغيره بنقول عليها town 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 town. اما بقى لو انت عايش في قريه فالقريه بيتقال عليها كده village 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 village. بعد كده عندي مصر بالانجلش اسمها Egypt 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 Egypt. والقاهره بنقول عليها كايرو كايرو كايرو. بعد كده عندي اسكندريه بنقول عليها الكسندريا الكسندريا الكسندريا. بعد كده عندي الجيزه اسمها جيزه عادي، جيزه بالانجلش جيزه جيزه. وكلمه بورسعيد برضو اسمها بورسعيد بورسعيد عادي جدا. لو عايز اقول لحد يلا روح الاقصر فبقول له كده let's go to Luxor let's go to Luxor. go to ليها go to، تبقى احلى كده go to Luxor let's go to Luxor. بعد كده عندي معبد يعني temple temple temple. والقارب اسمه boat boat boat. والسوق اسمه market market market. اما نهر النيل اسمه the river Nile the river Nile the river Nile. والملعب اسمه playground playground ده الملعب اللي في المدرسة playground. اما كلمة جميل يعني pretty pretty pretty. قلت لك قبل كده لو عايز تقولها pretty ماشي بس pretty احلى pretty pretty. بس يا سيدي دي الكلمات الموجودة في الليسن ده. تعال نشوف بقى هنا في read and learn. بيقول لي في الصورة دي a city is big a city is big. ان المدينه دي هي حاجه كبيره. طبعا قلت لك ان سيري مدينه كبيره اما تاون مدينه صغيره. فا city is big. a village اما القريه is small. يبقى المدينه حاجه كبيره مكان كبير، اما الفيلج القريه مكان صغير. a city is bigger than a town. فاكر لما قلت لك قبل كده لما احب اقول ان في حاجه اكبر من حاجه بجيب الصفه وبعدها بحط لها اي ار بعد كده احط لها than. هو نفس اللي عمل اهو. a city is bigger than a town. ان المدينة كلمة city بتبقى اكبر من كلمة town. يعني مثلا Alexandria is a city Alexandria is a city Alexandria is a city. Alexandria دي مدينة كبيرة. ممكن نجيب مثلا المكان اللي انا عايش فيه اسمه كفر الدوار فنقول ايه كفر الدوار is a town لان هي مدينة صغيرة مش قد اسكندرية طبعا مدينة صغيرة. هنا بقى بيقول لك ايه a village. اما بقى القرية is smaller than a town. يبقى القرية ده مكان اصغر كمان من التاون. يعني التاون اللي هي كفر الدوار لو في بقى مكان اصغر منها كمان بيقول عليها ان هي village قرية. طبعا كل بلد فيها قرى كتير جدا. في قرية بقى مش عارف اسمها ايه وقرية ايه وقرية ايه وقرية ايه. انا طبعا ما اعرفش اسامي القرى كتير يعني، بس في قرية اسمها قرية ميت غزال انا عارفها عشان عديت عليها قبل كده. ميت غزال قرية ميت غزال ايوه. فهنا بقى بيديني الصورة دي وبيجيب الولد ده بيقول I live in a city. بص حتى شكل المدينة كبيرة وفي مباني كبيرة وضخمة. I live in a city. اما البنوتة التانية دي بتقول I live in a town وده مكان اصغر من السيتي لسه قايل لك. اما بقى الحتت اللي فيها ارياف وبيوت صغيرة وكده بنسميها الفيلج. فالبنت دي بتقول I live in a village I live in a village. اما بقى في الجزء ده بيوريني كل مكان ايه المزايا بتاعته. فالولد ده بيقول I like my city I like my city. انا بحب المدينة بتاعتي. There is a beach. ده هنا عندنا في المدينة شاطئ. There is a beach. There are big hotels. وكمان في فنادق كبيرة جدا. There are big hotels. There are big hotels. There are lots of things to do. وعندنا في المدينة بتاعتنا حاجات كتير قوي نقدر نعملها. There are
lots of things to do. There are lots of things to do. قامت البنوتة دي بتقول I like my town. أنا بقى بحب المدينة الصغننة بتاعتي. There is a small playground. ده فيها ملعب صغير. There is لسه واخدينها المرة اللي فاتت الكلاس اللي فات. There is singular a playground. There is a small playground. فيها ملعب صغنون كده. I play with my friends. I play with my friends. أنا هناك بلعب مع أصحابي. أما الولد ده بيقول I like my village. أنا بحب القرية الصغنونة قوي بتاعتنا. There is a wide river. فيها نهر عريض نهر واسع. And old houses وبيوت قديمة. It is pretty. شكلها جميل. It is pretty. It is pretty. بس كده. It is pretty القرية مش البيوت. لأن هو لو هيتكلم على البيوت طبعا بيوت جمع فهيقول they are. إنما بيقول هنا it is pretty قصده على his village أو القرية بتاعته. فطبعا السؤال المشهور فيقول لي where do you live؟ فلو أنت بتعيش مثلا في اسكندرية في القاهرة في أي مكان كبير فبتقول I live in a city. I live in a city. أما لو بتعيش في مدينة صغيرة بنقول I live in a town. I live in a town. أما لو بتعيش في مكان فيه بقى ريف وبيوت قديمة وكده وزراعة كتير وكده بنقول عليها I live in a village. I live in a village. بعد كده بيديني الصور دي وبيقول let's go to Luxor. Let's go to Luxor. تعال نروح زيارة كده للأقصر ونشوف فيها إيه. أول حاجة بيديني الصورة دي بيقول Luxor is a big city. Luxor is a big city. Luxor دي مدينة كبيرة جدا. There are people. هناك بيكون في ناس كتير. Hotels وفنادق and markets وكمان أسواق. بعد كده بيديني الصورة التانية وبيقول There are temples in Luxor. هتاني كده There are temples in Luxor. الأقصر فيها معابد كتير جدا. The temples are very old. The temples are very old. المعابد دي قديمة جدا جدا من أيام الفراعنة طبعا. بعد كده بيديني الصورة دي بيقول Luxor is hot. الجو في الأقصر حر جدا. Luxor is hot. وبعدين there isn't a beach. وهناك مفيش شاطئ. There isn't a beach. But ولكن there is the river Nile. There is the river Nile. هناك في نهر النيل. There is the river Nile. The river is wide. The river is wide. نهر النيل واسع وعريض. You can see boats. في نهر النيل تلاقي المراكب تقدر تشوف المراكب في نهر النيل. You can see boats. بس كده. وبكده نكون خلصنا الليسن 2 من يونت 6. طبعا هتعمل هوم ورك والاكسرسايز وهستناك بقى في الكلاس اللي بعد كده. باي. طيب ان شاء الله ده هيكون كلاس نمبر 10 في الجرامر. طيب قول لي بقى هنعمل ايه النهارده؟ صح ما اعرفش ايه اللي صح بس صح. هنتكلم عن حاجة اسمها مقارنة الصفات. ازاي اقارن واحد او اتنين مع بعض في صفة معينة او ان انا اقارن واحد بمجموعة معينة. بمعنى صح ركز معايا. فاكر لما قلت لك عايز اقول هو بيكون طويل؟ سهل قوي دي يا مستر. هو يعني هي يكون يعني از لان هي بتيجي مع از. طويل يعني tall. طب تعرف تقول لي هم بيكونوا مجانين؟ ايوه عملناها كتير. هم يعني they بتاخد are. مجنون يعني crazy او mad. انا فاكر يا مستر الكلام ده. طب تعرف تقول لي هي بتكون نشيطة؟ ايه ده سهلة قوي دي. هي يعني she تاخد is. نشيط يعني active. شوف طول ما انت حافظ كلمات كتير عمرك ما هتعطل انك تكون جملة. احفظ كلمات كتير بس اهم حاجة وانت بتحفظ تبقى عارف ايه هو الادجكتيف وايه الفيرب وايه الناون وايه البروناون والكلام ده كله. ايه هو الضمير وايه هي الصفة وايه هي الفعل وايه هو الحال والكلام ده. بص يا سيدي دول 3 جمل عاديين خالص خالص خالص. طيب تعرف تنفيهم لي؟ مستر سهل قوي. هي بص isn't. they aren't. isn't. حلو قوي. احنا كده تقريبا خدنا الاساس اللي هكون بيه الجمل. طيب انا هكون ازاي بقى يا مستر؟ ركز معايا. هنمسح كل الكلام الجميل ده اهو استنى ده عشان ايه نخلي السبوره بيضه وبتلمع كده زي قلوبنا. لازم قلوبنا تبقى بيضه وبتلمع زي سبوره. واخد لي بالك انت؟ سامعني يا مازر؟ سامعني ها؟ ركز معايا ما تسرحش مني. لو انا قلت مثلا ان بده يلا ان طويل يعني tall. حلو. لو انا عايز اقول بقى اطول يعني عايز اقول محمد اطول من علي. كلمة اطول دي يعني
اي ار كده بقت اطول، بس على شرط اطول من واحد بس. عشان كده هتجيب لي كلمة اسمها than. taller than. taller than. يلا قول لي بقى اقصر. هتجيب كلمة short اللي هي قصير، حط لها اي ار، حط لي than، بقت shorter than. shorter than. طيب سريع، سريع سريع يعني fast، حط لي اي ار وthan. faster 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 than. حلو حلو، ركزت معايا؟ ركزت. قول لي بقى احمد، قول لي بقى علي، قول لي بقى منى. كل ده بياخد is. حط هنا الشخص اللي انت بتقارن بيه احمد او علي او محمد. هنا احمد مثلا قارنه بعلي، هنا مثلا بمنى، هنا مثلا بمروه. كده انا عملت جمله بمنتهى السهوله، قارنت فيها بين احمد ده اهو بعلي ده اهو، وعلي ده اهو بمنى ده اهي، ومنى ده اهي بمروه ده اهي. بص بسهوله جدا. ازاي جبت الصفه؟ حطيت اي ار، زودت ذان. يلا سهله سهله. عايز تقول ايه؟ يلا هات لي اي صفه. صفه. عايز صفه. ايه انت بتفكر في ايه؟ ما الصفات كتير قوي، انت غريب قوي. تخين يعني ايه؟ تخين يعني فاعت اهي. عايز اقول اتخن من، عادي بتحط اي ار، بس الكلمه دي بنزود لها كمان تي، وده السبب ان الكلمه دي، ركز بقى معايا عشان ده سبب لازم تبقى انت عارفه يعني. ركز ها. فات هي كلمه مكونه من مقطع واحد، اف اي تي، فات. فلما باجي ازود الاي ار بحط التي عشان احافظ على النطق وتطلع فاتر. لان انت لو قلت لي فات كده تمام وحطيت لي اي ار على طول مش هتتنطق فاتر، هتنطق فيتر. وده اللي هتعرفه لما تاخد الماجيك اي معايا. فعشان كده مش عايزين نحرق فيه وقت كتير قوي. ما علينا دلوقتي، انا عايز دلوقتي ان دي فاتر بقت اتخن than. حط يلا. عايز تقول مين اتخن من مين؟ عايز تقول مثلا محمد اتخن من مصطفى اهو. محمد اللي قاعد ده اهو، محمد. مش محمد ده مفرد بياخد از singular than مصطفى. خلصت اهو. عرفت منين؟ ادي محمد الشخص وادي مصطفى. طيب افرض انا عايز اقول بقى احمد مش اطول من علي، مش اطول. كل اللي هتيجي عليه هتيجي على isn't دي is دي تحط لها not. بقت احمد isn't taller than علي. بص علي مش اقصر من منى. بص منى isn't faster than مروه. منى مش اسرع من مروه. يبقى كل اللي انت بتعمله ايه؟ بتجيب الصفه الحلوه، صفه فات، thin رفيع، اي صفه بقى خلاص، tall short ايا كان، تحط لها اي ار بعدها كلمه than. ما تنساش than من علي، من منى، من مروه، من مصطفى. طيب كده في اي مشكله؟ لا مفيش يا مستر اي مشكله. تعالى بقى اقول لك حاجه تانية واعلمك حاجه تانية. لو انت بقى في الفصل وعاوز تقول ان محمد هو اطول واحد في الفصل، وان منى هي اسرع بنت في الفصل، او عايز اقول مثلا ان انا اطول واحد في عيلتنا. طيب الاولانيه كنت بقول واحد اطول من واحد، او واحده اطول من واحده، او واحد اطول من واحده، او ايا كان، هو شخص واحد هنا وشخص واحد هنا. انا عايز اقول بقى شخص اطول من اشخاص كتير، من مجموعه. هنا شخص واحد، هنا اشخاص كتير اهم. هنا بعمل ايه يا سيدي؟ ركز بقى معايا. هتجيب كلمه tall اللي هي طويل، تمام، وبعد كده تحط لها est وتيجي قبلها وتحط لي ذا. اوبا، بس كده خلاص، بس بجد خلصنا. يلا عايز تقول محمد اطول واحد في الفصل، محمد اهو
ادي محمد. محمد ايه بياخد از ولا ار؟ بياخد از. بعد كده ذا، بعد كده tall، بعد كده اي اس تي. محمد is the tallest. the tallest ايه؟ boy. the tallest ايه؟ student. the tallest ايه؟ one. the tallest ايه؟ ولد، واحد، طالب. يبقى محمد is the tallest boy in our class. محمد بيكون اطول واحد في الكلاس بتاعنا. طب تيجي نقول منى بتكون اقصر واحده في الكلاس بتاعنا. سهله خالص خالص. قصير يعني شورت، هتحط اي اس تي وتقول لي ذا اهي. يبقى ده شورتست، الاقصر اهي. يلا قول لي يلا. منى اهي. منى مالها؟ is the shortest. shortest ايه؟ girl. فين؟ in our class. خلصت. كل اللي انا عملته ايه؟ بص انت بتركز على الحاجات دي، بتجيب الصفه اللي هي short، وادي الاي اس تي وادي ده، ادي الاي اس تي وادي ده. طيب لو انا عايز اقول محمد مش اطول واحد في فصلنا، عادي ادي از تحط نوت. عايز اقول مثلا اخر جمله خالص ونخلص اهو. يلا عايز اقول مثلا احمد اسرع واحد في عيلتنا. احمد اهو بياخد ايه؟ از ولا ار؟ احمد از سريع يعني فاست. حط لها ايه؟ ذا وايه؟ اي اس تي. احمد is the fastest one. فين؟ in our family، في عيلتنا. طب لو عايز اقول احمد مش اطول واحد في عيلتنا، عادي حط هنا is خليها isn't. وبكده هنكون خلصنا كلاس نمبر 10 في الجرامر. مش بس عايزك تعمل هوم ورك بتاعك، الاكسرسايز بتاعتك، تحل كل حاجه وتجيلي بقى على اخر كلاس عندنا في الجرامر في الترم ده، وهو هنتكلم فيه عن الباست سيمبل. بس يا سيدي اعمل كل الكلام ده وتجيلي. باي.